ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ أنا آسف على الانقطاع الطويل لظروف خارجة عن إرادتي، لكن محضر ليكم ريفيو هيعجبكم جدا. النهاردة معانا عربية جديدة من MG، عربية فعلا لفتت الأنظار من أول ما نزلت. تصميم أنيق ورياضي، تجهيزات عصرية، ومحركات تديك أداء محترم جدا. موضوعنا النهاردة عن MG7 موديل 2025، وهنعرف سوا ايه اللي بيميزها وايه اللي ممكن يخليك تفكر فيها لو بتدور على سيدان أنيقة في السوق المصري. خلينا نبدأ. من بره، MG7 واخدة ستايل الفاست باك، يعني سيدان بس سقفها نازل ورا بشكل رياضي يخلي شكلها قريب من الكوبيه. الواجهة الأمامية فيها شبكة عريضة وخطوط هجومية مع مصابيح LED رفيعة جدا. من الجنب هتلاحظ السقف الطويل النازل لورا والجنوط الكبيرة اللي بتوصل ل 19 بوصة. أما من الخلف العربية شيك جدا، شريط إضاءة متصل ومخارج عادم مزدوجة بتدي شكل رياضي. بصراحة التصميم يخلي العربية تبان عربية بريميوم أغلى من سعرها. العربية بتنزل بمحرك 1.5 لتر توربو، بيطلع حوالي 185 حصان وعزمة 300 نيوتن متر، ومعاه فتيس DCT اوتوماتيك 7 سرعات. الموتور ده بيدي تسارع كويس جدا للمدينة والطريق السريع، والأهم إن الاستجابة بتاعته سريعة مع الفتيس DCT. في أسواق بره العربية بتنزل كمان بمحرك 2.0 لتر توربو ب 261 حصان، لكن لحد دلوقتي اللي بينزل رسمي في مصر هو 1.5 توربو. العربية على الطريق ثابتة جدا بفضل قاعدة العجلات الطويلة، ودي نقطة مهمة في السفر والطرق السريعة. التوجيه فيها حاد نسبيا، يعني هتحس بتحكم كويس في الملفات. أما نظام التعليق معمول إنه يوازن بين الراحة والثبات، بس خد بالك في المطبات الكبيرة ممكن تحس بنشافة بسيطة لأنها متظبطة على الطابع الرياضي. أما استهلاك البنزين فال1.5 لتر توربو بيقدم استهلاك اقتصادي نسبيا مقارنة بحجم وأداء العربية. ندخل جوه. MG7 من الداخل بصراحة مختلفة. عندك شاشتين كبار، شاشة عدادات 10.25 بوصة بالكامل ديجيتال، وشاشة ترفيه في النص 12.3 بوصة تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. الخامات متجمعة بشكل عصري وشيك، خصوصا في الفئة التروفي، والكراسي مريحة جدا وفيها دعم جانبي رياضي. النظام الصوتي في الفئة الأعلى بيجي ب9 سماعات وبيقدم تجربة صوت نقية جدا. المساحات جوه واسعة خصوصا في الكنبة الخلفية، والشنطة الخلفية ساعتها حوالي 375 لتر. نيجي للأمان والتكنولوجيا. من ناحية الأمان العربية متجهزة بوسائد أوائية متعددة، فرامل ABS، نظام ثبات إلكتروني ESP، حساسات ركن، وكاميرا خلفية. وفي بعض الفئات ممكن تلاقي أنظمة مساعدة متطورة زي التحذير من التصادم أو الخروج عن المسار، لكن لازم تسأل التوكيل عن تجهيزات كل فئة. جاية بخلوص أرضي حوالي 179 ملم، وده بيديها ارتفاع مناسب يخليها ثابتة على الطريق وفي نفس الوقت متوازنة مع الشكل الرياضي بتاعها. مميزات والعيوب العربية. المميزات: تصميم خارجي ملفت جدا وشبابي، شاشتين كبار وتصميم داخلي عصلي، محرك تربو بأداء محترم وفتيس سريع، نظام صوت قوي وراحة كويسة جوه. عيوب MG7 موديل 2025: توفر قطع الغيار وصيانة ما بعد البيع. بما إنها جديدة في السوق، بعض المستخدمين اشتكوا من إن قطع الغيار مش دايما متوفرة بسهولة، والفترات اللي بتستنى فيها القطعة ممكن تبقى طويلة. قيمة إعادة البيع: السيارات الصينية غالبا بتتفوق في خصائصها وسعرها، لكن عند إعادة البيع ممكن تواجه انخفاض أكبر مقارنة بعلامات يابانية أو كورية معروفة. الأداء النسبي في بعض المواقف: المحرك ممكن يكون ممتاز، لكن في بعض المراجعات لو استخدمتها في تسارع قوي أو تحميل كتير أو تشغيل التكييف هتحس إن الأداء بيتأثر شوية، مش ضعف كبير لكن حساس في المواقف دي. عزل الصوت في بعض الظروف: رغم ان العزل الصوتي كويس غالبا، الا ان المستخدمين ذكروا ان عند السرعات العالية جدا او مع صوت العادم الرياضي ممكن الصوت الداخلي يكون مزعج شوية.
ضجيج التنبيهات والبيجات تشايمز أو بيبس. الخبراء قالوا إن في تنبيهات صوتية كتيرة ممكن تزهق السائق لو بتسوقها لفترات طويلة، خصوصا في الطرق الطويلة أو الزحمة. سعر الأوفر برايس وتأرجح السعر في السوق المصري. السعر الرسمي كويس، لكن بعض الوكلاء بيرفعوا السعر بأوفر برايس كبير، وده بيزود التكلفة النهائية للمشتري. قلة الموثوقية على المدى البعيد، لأنها سيارة جديدة مفيش تجارب كافية تثبت إن مكوناتها هتتحمل الاستخدام الكثيف لسنين، وده بيخلي فيه بعض القلق عند الناس اللي بتشتري على المدى الطويل. السعر في مصر. في السوق المصري العربية بتنزل بفئتين أساسيتين، لكجري وتروفي. يتراوح سعر سيارة MG7 موديل 2025 في مصر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 بين 1,590,000 لكجري و1,690,000 لفئة التروفي. طبعا الأسعار بتتغير حسب السوق والوكيل، فلازم تسأل قبل الشراء. في الآخر MG7 2025 بتقدم لك سيدان أنيقة وفخمة الشكل، فيها تجهيزات حديثة جدا ومحرك تربو كويس، وسعرها منافس في الفئة دي. لو بتدور على عربية ملفتة وفيها طابع رياضي من جوه وبره، تستاهل تبقى ضمن اختياراتك. قولولي بقى في الكومنتات، شايفين MG7 تنافس في مصر ولا شايفين المنافسين أحسن قيمة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.